السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بربع كيلو كفتة، كمية حلوة قوي تقضي كذا فرد يعني. فالموضوع سهل وبسيط جدا. هنجيب ربع كيلو لحمة مفرومة، وزي ما انتم شايفين الجمال اللي في الفرن ده. انا ما حبيتش اخبي عليكم حاجة واعلمكم نفس الطريقة، لانها فعلا والله جميلة جدا والكفتة طالعة جوسي كده وطرية وجميلة، وبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. آه طعم ايه وجمال ايه ما شاء الله عليه، اللهم بارك. طبعا انا طلعت الكميه ديت من ربع كيلو لحمه مفرومه، والسر في حاجه واحده، بنجيبها من عند العطار. طبعا مش غاليه ولا حاجه. انا كل اللي عملته رحت عند العطار وجبت فول صويا ب5 جنيه. طبعا الفول الصويا ده انا طبعا هما طلعوا الكميه دي، واللي هما في الطبق دول كمان، يعني هما كانوا عاملين طبقين، بس انا دخلت دول الفرن وهكمل طبعا اللي في الطبق ده. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجة اللهم صل على النبي، يعني ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. احنا طبعا بنجيب ربع كيلو لحمة مفرومة 250 جرام او نجيب 300 جرام. هنعمله ازاي؟ طبعا هوريكم الطريقة دلوقتي حالا. احنا طبعا جبنا 300 جرام، هما 300 جرام رحمة اللي انا يعني اخدتهم هما 300 بالظبط. ده انا دخلتها دلوقتي الفرن اهو، وهنبدأ مع بعض ان شاء الله. الطريقة سهلة وبسيطة وتعمليها في ثانية. طبعا انا خدت الكمية دي من ابو 5 جنيه فول صويا، يعني ما خدتش الكمية كلها، انا خدت هما دول بس بتوع معلقتين فول صويا. انا طبعا عشان خاطر في ناس بتقول ان الفول الصويا بيضر الرجال يعني. فطبعا انا النهارده طبعا ما بوشتش الفول الصويا ده، انا غسلته بس، وكمان الكمية كانت قليلة. هنا معايا حبة بقدونس، الورق بتاع البقدونس بس، وقرنين فلفل رومي. وده طبعا الفول الصويا بعد ما غسلته انا فرمته في الليل في الكبة. وده ربع كيلو اللحمة المفرومة اهو، 250 300 جرام. طبعا انا حطيت عليه، هو طبعا انا متبلاه 7 بهارات. حطيت عليه الفول الصويا اللي هو اللي انا غسلاه وفرماه في الكبة، وكمان فرمه البقدونس والفلفل الرومي اللي هو الحراق ده يا حبايبي. هنزل بالكمية كلها على بعض. المكون ده هو اللي هيظبط الكفته بتاعتنا. انا ضفت هنا معلقه بيكنج باودر. انا ضفت المعلقه ديت عشان الكميه بتنفش معايا وما تبقاش يعني مكتومه كده، لا بتبقى هايشه وجميله، هشه كده وجوسي وجميله، مش بتبقى مكتومه معايا. وزي ما انتم شايفين انا قلبت البقدونس والقرنين الفلفل الرومي المفرومين على اللحمه بتاعتي. طبعا هنضيف كمان؟ البصل ده انا طبعا مش هضيفه بالميه بتاعته، لا انا هصفي منه الميه واخد البصل بس، اللي هو التفل بتاع البصل بس. طبعا هدعكهم مع بعض دعكه كويسه كده، هدمجهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هقلبهم مع بعض كده، انا دمجتهم كلهم مع بعض بس، لكن هحتاج الميه دي مش هنرميها. الميه دي طبعا انا هجيب السيخ او المعلقه او اي حاجه انت بتستخدميها عشان تصبعي. انا خدت السيخ بتاع الفرن بتاعي، وطبعا ابتديت ابل ايدي من ميه البصل واصبع الكفته زي ما انتم شايفين. والله بسم الله ما شاء الله طلعت هشه وجميله كده ومش مكتومه وطريه وجوسي وجميله اهو كده. طبعا بصبع الكميه بتاعتي، اخدهم كده اصبعهم حبه حبه اهو زي ما انتم شايفين. طريقه سهله وبسيطه ومش تاخد معاكي وقت. تعملي جنبيهم شويه مكرونه سباكيتي او مكرونه محمره وشويه سلطه كده. عايزه اقول لكم كمان ان انا كنت مخرطه بصل وطماطم وفلفل وحطاهم حوالين الكفته كده، فطلعت ما شاء الله كل الشرب من بعض، طلعت جميله وما خدتش وقت في الفرن والله. يعني هي بتاخد يا دوبك 10 دقايق تشمع. بس انا قلت لكم، نسيت اقول لكم ان انا حطيتها في التلاجة بعد ما صبعتها تشمع شويه، تستريح وتشمع. طبعا دول الطبقين اللي انا عملتهم من الربع كيلو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو، ولا خست ولا قلت ولا اي حاجه، والله ما شاء الله طلع عليها حلو وزي الفل اهو. طلع معايا الطبقين دول بعد ما صبعتهم. طبعا انا سبتهم يستريحوا في التلاجة. شايفين الجمال بقى والحلاوه؟ تعملي الطريقه دي وجربيها وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات اهو. طلع معايا الطبقين دول اللهم بارك عليهم ما شاء الله.
لو انت تعملي مثلا 5 افراد، كل فرد هياخد صباعين على طبق مكرونه محمره او مكرونه سباكيتي او مكرونه مشكله. طبعا تبعد معايا الكميه ديت. انا طبعا ضفت عليهم طماطم وفلفل وشرايح كده وظبطتهم وزودت الكميه عشان برضه حسيت ان الصينيه قليله، حطيت برضه من اللي في الاطباق التانية اهو. يعني دلوقتي هكمل الكميه ديت اللي في الصينيه، ويفضل طبعا 3 صوابع كمان، وهي صوابع مش قليله، لا حلوه وكبيره اهو ما شاء الله عليها تفتح النفس. طبعا والله الاكله ديت هتقضي 5 افراد، لان هما طبعا عاملين 12 صباع او اكتر كمان، وصباع مش صغير يعني. فطبعا الكميه دي لو عملتيها هتقضي يومك وتسهل عليكي الوقت، يعني مش بتاخد وقت معايا في التسويه ولا في التصبيع، وكمان الكميه بتبقى زايده وجميله. واحنا عرفنا ايه السر اللي احنا نزود بيه الكفته بتاعتنا اهو. دول اللي انا حطيتهم في الصينيه. طبعا انا كان عندي الحاجات دي، انا ببقى عامله بصل وتوم كده ومتبلهم شويه، حطيتهم على الوش الكفته عشان يدونا الصوص الجميل الحلو اللي بيبقى في الكفته، ويدونا طعم كمان. طبعا انا اهو ضفت الخضروات اللي انا حطيتها، اللي هي فلفل وطماطم وبصل متبلهم مع بعض، ضفتهم كده مع البصل اللي هو دوت الاجنحه ده، الجوانح. معلش هنا المقطع اتعاد تاني. طبعا هنا شايفين الجمال والحلاوه، انا حبيت اعيد لكم الشكل تاني بعد ما خلصت الصينيه كلها. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني حاجه تفتح النفس، والكميه ما شاء الله عليها تقضي 5 افراد. لو حطيتي لكل طفل او فرد في البيت عندك صباعين، زي ما قلت لك، على المكرونه محمره او مكرونه سباكيتي، وجنبيهم شويه صلصه وحبه مخلل كده ترشي، جزر ومخلل مشكل، بسم الله ما شاء الله تاكل وتفتح النفس. والجو حر يعني مش الحاجه مش تبقى تقيله، الاكل مش تبقى تقيله، هي خفيفه جدا و... ومش بتاخد وقت معاكي، وممكن تحضريها ايه في وقت قليل. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا دخلتها الفرن بالكهرباء، وهي مش هتاخد 10 دقايق تخرج ان شاء الله مستويه وجميله زي ما شفتوا في اول الفيديو. وزي ما قلت لكم طبعا السر اللي هو زود الكفته عندي هو معلقتين فول صويا. انا طبعا غسلته ما بوشتوش ولا حاجه وفرمته في الكبه. بصوا الجمال من جوه في الفرن عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. قولي لي رايك. شايفه والله العظيم انت لو جربتي الطريقه بسم الله ما شاء الله تحفه. الكميه حلوه، وشايفين من جوه عامله ازاي، اهي مش مكتومه ولا حاجه، وطريه ما شاء الله عليها وجوسي. طبعا انت هتجربي الطريقه بتاعتي وتعدديها ان شاء الله. عايزاكي تعملي لي لايك حلو وكومنت وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.